شفت هند واقفة قدام القبر بالظبط بنفس اللبس اللي كانت لابساه آخر مرة شفتها فيها، بس ملامحها كانت غريبة. عينيها كانت سودة كلها مفيهاش أي نقطة بياض، وبشرتها شحبة جدا لدرجة إن عروقها الزرقاء واضحة بكل وضوح. قالت لي بصوت من غير صدى، صوت طالع من جوه راسي مش من بقها: أنا اتضحك عليا يا هند، صابر اللي عمل كل ده. انا جاي اطلب منك تساعديني اخلص منه، والله العظيم بعديها هسلم لك نفسي تعملي اللي انت عايزاه. القرين ملمسنيش بس حسيت ببرد بيخترق صدري. القرين قال لي ان صابر محصن نفسه بعهود قديمة مع ملوك الجن، ومحدش يقدر يمسه الا حد من دمه او حد سكن جسمه. وبما ان صابر زرع الخادم بتاعه جوه جسمي، فانا بقيت الثغرة الوحيدة اللي ممكن تقتله. القرين قال لي كمان علشان تخلصي منه لازم تسمعي الخادم اللي جواكي. صابر بيعتمد على اللي بيشوفه وبيسمعه خلال عينك. لو قدرتي تدخلي اثر من تربة قبري في اكله او شربه، الخادم اللي جواكي هيرتبط بيا انا كمان، وهينقل لصابر صورة مشوهة، وهيخليه يشوف نفسه يموت قدام عينه وعقله يطير. رجعت للشيخ صابر ومعايا شوكة من شجرة الصبار اللي جنب القبر. جبتلك اللي طلبته يا شيخنا، انا جاهزة للعهد. صابر كان مهووس وفرحان جدا، ما كانش يعرف ان البخور اللي استخدمته وانا في المقابر خلى الخادم بتاعه مهلوس. شاف نورة خاضعة تماما، بحيث نورة كانت بتعمله اللي هيقتله وهينهي حياته. طلبت منه انه اعمل له قهوة بمناسبة العهد الجديد، وبكل ثبات حطيت فيها تراب القبر اللي القرين اداهولي، وعملت تعويذة التعطيل اللي اتعلمتها. قلت كلام التعويذة وانا كنت مرعوب رعب محدش شافه قبل كده. صابر شرب القهوة وهو قاعد على المكتب بتاعه بيتمسح في السبحة بتاعته، وكان بيبتسم كمان. ما يعرفش ان السم اللي حطيتهوله مش بيموت الجسم بس، ده بيموت عقله وبيهد الحصون اللي بنيها مع الجن. بدأت ملامحه تتغير، عينه بدأت تزيغ، وبدأ يهرش في جسمه بعنف كأن في حاجة بتمشي تحت جلده. بصلي وقال بصوت مهزوز: انت حاطه ايه في القهوة يا نورة؟ نورة رد عليا. انا وقفت قدامه بمنتهى الثبات، ووقفت قدام عينه اللي بتبهت. حاطه فيه حق هند يا صابر، حاطه فيها النفس اللي قطعته عنها. صابر حاول يقوم بس وقع على ركبه، وصوته بقى مخنوق وطالع بيقول: انت فاكرة ان انا اخترتك بالصدفة؟ لا يا نور، انا كنت مراقبك من سنين. انت بنت سلالة، جدتك كانت بتتعامل في السحر، ودمك نقي جدا للخدمة. انا كنت محتاج جسم زي جسمك بالظبط، يكون مفتوح بالفطرة، اسكن فيه الخادم الاكبر بتاعي واعيش من خلالك سنين تانية. هند كانت مجرد طعم علشان اكسر روحك وتجيلي لحد عندي رجعة. كنت انت القربان اللي هيخليني ملك عالمهم. في اللحظة دي عرفت ان انا ما كنتش مجرد ضحية، انا كنت مشروع شيطاني صابر مخطط له من زمان. وهند ماتت عشان كانت هي الحيطة اللي سده الطريق قدام صابر. صابر بدأ يهلوس، بدأ يشوف هند طالعة من الصندوق اللي عنده، بس ما كانتش هند الرقيقة اللي انا اعرفها. كانت هند حد تاني خالص طالع بيسحبه ونزل للأرض. صابر صرخ صرخة هزت البيت وهو بيقول: طلعيهم من هنا يا نورة، قولي للخادم بتاعك يوقفهم. ضحكت بوجع وقلت له: الخادم دلوقتي يا صابر بيسمع اللي خلقته، هو دلوقتي مربوط بقرين هند، والاتنين قرروا خلاص انك مخلصتش ليهم. صابر بدأ ينزف من عينيه ومن ودانه، والبيت بدأ يتهز، كان فيه زلزال. القرين ظهر ورا صابر وحط ايده على راسه، وفي ثانية صابر اترمى لورا وجسمه اتشنج، وخرجت منه صرخة مكتومة كأن روح بتتسحب من ضوافره. انا ما كنتش قادر استنى اكتر من كده. خدت صندوق هند وكتب السحر اللي انا محتاجاها، وجريت ورا البيت، والصرخات كانت بتجري ورايا لحد ما قلت تماما. صابر مات في سجنه اللي بناه نفسه، والجن اللي كان مسخره قلب عليه وخد روحه قبل جسمه. كنت قاعدة في اوضتي وصندوق هند قدامي، والسكوت في الشقة كان مرعب. فجأة الجو برد جدا،
وفي صوت خربشة طلع من الصندوق، وفجأة المراية اللي قدامي اسودت خالص وظهر فيها وش هند، بس مش وشها اللي انا اعرفه، كانت عبارة عن حفرتين دم. ده قرينها. القرين قال بصوت فحيح مرعب: فاكرة انك خلصت يا نورة؟ فاكرة انك بموت صابر؟ انت كده خلصت مني. انا قرين المظلومة وانت سلمتها للموت بظنك. صابر كان السكينة، بس انت كنت الايد اللي ماسكاها. انا كنت ضحية زيك يا هند، صابر هو اللي عماني. القرين قال وهو بيخرج من المراية كأنه دخان اسود بيتشكل: روحي راحت والجسم اللي انا كنت بسكنه بقى تراب، ودلوقتي انا جاي اخد سكن جديد. انا هسكنك يا نورة، انا هخليكي تشوفي هند في كل مراية، وهخليكي تحس ببرد القبر في كل دقيقة. انا هنتقم لصاحبتي منك. في الوقت ده والجو كان جوه الأوضة جحيم، كان أبويا واقف ورا الباب ومعاه الشيخ محمود، راجل طيب ووشه فيه نور. أبويا جابه علشان يطمن عليا بعد ما شاف حالتي بتسوء تاني. أبويا كان حاطط إيده على مقبض الباب وهو بيرتعش، والشيخ محمود همسله: استنى يا حاج، اسمع بنتك بتكلم مين. صوتي كان عالي ومتحول، كنت بصرخ بتعويذة الحبس اللي انا اتعلمتها. الشيخ محمود اتفزع: الحق، دي بتنطق طلاسم كفر يا حاج، افتح الباب بسرعة. ابويا زق الباب بسرعة، وفي اللحظة اللي دخلوا فيها كانت الأوضة عبارة عن ساحة معركة غير مرئية. الصندوق كان بيتهز بعنف وانا واقفة وشعري منكوش وعيني مبرقة وبنطق كلمات مش مفهومة. اول ما شاف الشيخ محمود صرخ صرخة كتومة خلى الشباك الازاز بتاعه يتشرخ، وبدأ ينسحب لورا ناحية المراية. الشيخ محمود بدأ يقرأ آية الكرسي بصوت يزلزل الأوضة، والقرين بدأ يتلاشى وهو بيبصلي بصة كلها وعي، كأنه بيقول لي لينا لقا تاني. أبويا وقف مذهول، شاف بنته اللي ماسكة كتب سحر وماسكة عرايس فيها دبابيس. قلب صوت يقطع القلب: انت عملت في نفسك ليه كده يا نور؟ انت بقيتي ساحرة يا بنتي. انا كنت ساكتة ومرعوبة وما قدرتش ارد. الشيخ محمود خد الكتب وخد الصندوق وحطهم في مية ورد وملح وقفل عليهم، وبصلي بحزن وقال لي: انت نجيتي بجسمك يا بنتي، بس اللي عملتيه ساب ختم على روحك. الباب اللي فتحتيه ما بيتقفلش بالسهولة دي. ابويا خدني في حضنه وكان مفطور من العياط، وانا كنت حاسه ببروده غريبه. بصيت في المرايه اللي الشيخ محمود غطاها بقماش، وحسيت ان هندي لسه واقفه ورا القماش بتضحك. انا دلوقتي عايشه وسط اهلي، والشيخ محمود بيجي كل يوم علشان يقرا عليا. الكل فاكر ان رجعت نورة القديمه، واني لما بسكت بسمع دقات قلبي، وللعكس انا ما بسمعهاش خالص. انا بسمع صوت هند، بسمع صوت هند وهي بتقولي: انا لسه مستنية يا نور. العهد اللي اتمضى بالدم ما بيتغسلش بمية وورق.